قطايف بنت زمان على سلامتكم. ان شاء الله تكونوا كامل مهنين. الوصفه تاع نهار اليوم درت لكم قطايف في الفوق، يعني في الكوشه ولا في الفوق كري كانوا يديروها في الكوشه. اليوم ان شاء الله نديروها في الفوق ونقول لكم كيفاش كنا نطيبوها بكري. هاد الوصفه تقليديه جزائريه 100% وسهله بزاف. حنعطيها لكم مقادير مضبوطه، فقط انا غيرت فيها الحشو، درت لكم حشو سهل بزاف. وبيان سور نتوما لكم الاختيار، تحبوا ديروا الحشو التقليدي ولا ديروا كيما درت انا كيما هو باين في لا فيديو. نبداو الوصفه على بركه الله. هنا جبت 500 غرام تاع القطايف، يعني باكي كامل هذاك اللي تشروه. فتوه، حاولوا تفتوه قدر المستطاع، تفتحوه كامل هكذا. يعني ما تخلوش هكذا هذوك الكتل فيه، ما تخلوا والو. وانا في الحقيقه ما استعملتش 500 غرام كاملين، يعني درت الخبزه تاعي فيها 25 في السنيوه تاعي فيها 25 على القطحه 25. هنا ندير زوج مغارف كبار تاع السكر بودره، وزدت معاه شويه تاع لافاني. الدور تاع السكر بودره راح يخليها تتماسك هذيك الكنافه مع بعضها، وتاني تعطينا هذاك السر تاع الاحمرار، وباش ما تجيناش بيان سور لاباط تاعنا صامته. هذه هي السر تاع السكر بودره، سينو تقدروا تستغناو عليه. هنا جبت 100 غرام تاع السمن، بيان سور زمان كانوا يديروها بالسمن الحيواني ولا يديروها بالزبده الحره. فوالا انا درتها بالسمن العادي، يعني نحاول قدر المستطاع انه نخدم بتاع زمان. هنا لا اضطريتوا، يعني اذا اضطريتوا يعني وديروا باللا مارغرين، ذوبوها صفوها نحوا لها كامل هذاك الماء تاعها وخدموا بها. مي ما نضمنلكش تجيكم هاد النتيجه اللي تحصلت عليها انا، ولا النتيجه يعني بالتقريب. ما نقولوش 100% كيما تاع بكري كانوا يطيبوها في الكوشه ماشي في الفوق. الكوشه واش معناتها؟ هذيك اللي كانوا يطيبوه، اللي كانوا يبنوها بالطين، يعني جينيرالمون يعني اكثريتهم كانوا يبنوها ماشي داخل الكوزينه ولا داخل الخيامه، كانوا يديروها في الصحين تاعهم ولا في وسط الدار، كانوا يديروها هكذا. ولا اللي عندهم الاراضي ولا يديروها برا في الجنان تاعهم. فوالا باسكو تطلق بزاف هذاك الحموم، ولا مش يقولوا له هذاك يطيبوه بالحطب. فوالا هنا درت سنيوه تاعي اللي قلت لكم القطر تاعها 25 سنتيمتر، زدت دهنتها تاني بالسمن. وهذيك كيما شفتوا الكنافه كنت نقول، كنت نهضر وكنت ان ميم طون، يعني في نفس الوقت كنت يعني عمرتها كامل. حاولت قدر المستطاع هذيك الكنافه كامل تقيسها هذاك السمن تاعي. انا واش ندير الكميه تاعي نقسمها على 2، درت النصف لتحت وندير النصف الثاني من بعد ما ندير الحشو. هنا شوفوا كيفاش راني ندير فيها. لازم هذاك ما نلقاش فراغات في السنيوه تاعي، ولازم نحاول نحط شويه يعني في الجوانب، شغل تطلع لنا كيما تاع لا تاخت، ونضغطوا عليها تري بيان. ولا ما الا ما حبيتوش يعني ولا خفتوا ولا في الكميه تاع الضغط تاعكم كيفاش طريقه، ديروا بهذيك اللي نديروا بها الكسره، ولا هذوك نورمال ما عرفتوها اللي تجي تاع حطب تجي كاغي ولا تجي مدوره، ولا تضغطوا بها. ولا ما عندكش كامل ديري بالبخاس تاعك، هذه هي. ولا حاجه ثقيله وتكون صغيره. زدت انا شربتها حوالي 2 ولا 3 مغارف تاع السمن. وهنا الحشو اللي قلت لكم عليه انا حبيت نديرو كيما يديروا المشارقه، درتو جوست غير بالجوز، ودرتو هذاك الجوز قطعته يعني شويه خشين. انا حبيت يعني الذوق تاعي نحبها هكذاك باسكو ذقتها هكذا وعجبتني بزاف. ما حبيتش ندير لافاغس تاعنا التقليديه. كل مره ندير لكم حاجه، يعني نحب نعطيكم الافكار. هنا النصف الثاني راح نديروه من الفوق. اللي تحب لافاغس التقليديه ديري 3 كيلات تاع مكسرات مع نص كيلو تاع السكر، ديري شويه تاع واسمو ملعقه تاع سمن، ملعقه صغيره تاع سمن، وديريها بليها بالمزهر. يعني ما تجريهاش ولا خليها كيما شغله كي حديري تاع البقلاوه ولا تاع المقروط. هذه هي. ومن بعد نغطي كامل، انا ما نخلي حتى ثقوب هكذا. انا خطره دقتها تاني تاع قلت لكم تاع المشارقه، يدير لك المكسرات الداخل كيما حب هكذاك. باغ حبه تاع اللوز يديرها لك حبه كامله، ولا البندق ولا كوكسوسوا المكسرات تكون، ولا الجوز يديرها لك هكذاك ما يحيها ما والو، يحطها انا كي دقتها عجبتني. وشنو هما يحمصوا هذوك المكسرات تاعهم، قلت لكم تلمو عجبتني.
يعني نحب دي فوا ندير تاعنا، دي فوا ندير هكدايا، لكم الاختيار. هنا عفوا زدت دوبت حوالي 100 غرام تاع السمن، زدته لها من الفوقه. هنا الا شفتوا السمن خارج من لي كوتي ولا تقدروا تصفوها وهي سخونه، طيبوها على 200 درجه الفوق تكون سخونه، نقصوا له 180 درجه كي تكونوا رايحين تدخلوها، طيبوها من التحت، ديروها في الوسط، طيبوها من التحت كي تحمر على الجوانب وتشوفيها بيان، يعني حمرا بيان، ماشي هذيك شغل غير شويه صفار ولا. شعلي لها من الفوقه وتعطينا هذا اللون الشباب باش تتاكدوا بلي طيب لكم الداخل وما تجيكمش عجين ولا خضره. هنا انا وهي خرجتها من الفوق، سقيتها ب 300 غرام تاع العسل. هنا اللي يحبها هكذا تجي مقرمشه يدير لها العسل، واللي يحبها هذيك اللي تجي القطايف تاعنا تاع بكري، اللي يحبها تجي مشربه بالشربات يدير الشربات ويشربها، كل واحد والذوق تاعو. انا نحبها بزاف هكذايا، هذه تشد لك مده اطول وهي مقرمشه. اما الاخرى تجيكم شغل باش شويه تقطعوها كش راكو تقطعوا في كش راكو تاكلوا في البسبوسه ولا في قلب اللوز ولا. سي بور سا نحبها انا هذه كي تكون مقرمشه. فوالا. هنا شوفوا انا درت شويه اللوز، درت له جلوكوز وملعقه جلوكوز ملعقه عسل يعني، وذوبتهم ودرت فيهم هذوك المكسرات، منها تعطيني هذيك اللمعه ومنها باش يلصقوا لي المكسرات في الخبزه تاعي. انا شوفوا كان جيت يعني كان ماشي على جال القناه ولا ما ندير لها حتى ديكور، يعني شوفوا كيما راهي شابه بزاف، ولا ندير لها غير شويه تاع جوز مرحي من الفوق. انا هذيك تعجبني انا الصح كامل في البنه، يعني باش ما تصعبوهاش على روحكم، ولا كي يكون عندك مناسبه ضياف ولا باش دير لها هاد التزيين اللي يكون شباب. ميم والله غير انا كان يكون عندي ضياف ندير لهم نورمال هكا الجوز من الفوق. انا الصح كي تكون الحاجه طيبيها بالطبع وطيبيها على قانيها وتعسليها وما تجيش خضره لداخل، يعني تحمر لك وجهك، هذاك هو الصح فيها، ماشي الديكور من برا شباب. واش يقولوا هذاك المثل يا مشبحك من برا واش حوالك من الداخل، نورمالمون هكذايا صح ولي لا راني غلطه في المثل. وشوفي شحال جات شابه هذيك الخبيزه تاعي تاع القطايف، شهيتكم في الجنه. انا مره نقول لكم قطايف مره نقول لكم كنافه. علاش نقول كنافه؟ باسكو رانا نستعملوا هذيك الكنافه السوريه، ما راناش نستعملوا القطايف تاعنا تاع الجزائر مالوغوزمون، ما راناش نلقاوها ولا لقيناها نلقاوها غير في رمضان. وكانوا يحطوها في ساحه شهداء، بصح شكون اللي راح لك ساحه شهداء شاك فوا تحبي تشري ولا. انا شخصيا عندي دي زاني ما رحتش ليها. المهم نديرو بالموجود ونسموها على حساب يعني المسميات تاعها. وهذا ما كان. انا نقطع معكم لو بتي مورسو هكذايا وتشوفوا قدامكم، ودوك تشوفوا باللي كاين فتحه بين يعني الكنافه تاعي اللي تجي من الفوق واللي من تحت، سي نورمال باسكو هذيك الحشو تاعي راهو مكسر يعني ماشي مرحي، باش يشد لنا يعني الكوش الفوقانيه مع الكوش التحتانيه، يعني ما تخلعوش الا جاكم هكذا نورمال، هذه حاجه طبيعيه. وشنو صدقوني البنه بزاف بنينه. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه تاعي تاع نهار اليوم. نتلاقاو في فيديو اخر، ما تنساوش تدعموا القناه، ويلا مع السلامه.